السلامة، مرحبا بكم في القناة. هذه سباجيتي بولونيز، إن شاء الله تعجبكم. طريقة المطاعم خدمتها كما تشوفوا. أنا استعملت البولونيز، زيت، طماطم معجونة بالحبق، فاح، ثوم، رند، روس وكليل مرحي. الثوم بالطبيعة باش نهرسوه بعد. وبالنسبة للطماطم لهنا استعملت طماطم معجونة مخلطة بالحبق، طيبوها برشا لهنا خاطرها تجي خفيفة، متجيش قارصة، تجي بنينة محلاها. الحاصل تبعوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم وحاولوا تجربوها، خاطر هي نفس الطريقة متاع اللي خدموها في المطاعم. لهنا كما تشوفوا حطيت اللحم مفروم في الزيت، قليته مليح، اسمه يتقلى مليح باش يطيب، باش بعد ما يبقاش ني، خاطر كي تحطه في الزيت وما يتقلاش مليح مليح. فوالا هنا باش نقص الثوم. هنا خديت سنون ثوم قشرتهم. اعملوا لايك على الفيديو كان عجبكم، وعملوا لي كومنتات كذا ملاحظات. وما تنسوش الاشتراك في القناة والتفاعل معها، خاطر هي قناة مازالت جديدة وناقصة شوية تفاعل. شجعوني بالاشتراك في القناة، وشجعوني بالشير بالبارتاج. لهنا باش نحط الثوم مع الصوص متاع البولونيز تاع اللحم مفروم، قصيته باش نحطه في الماكينة نعصره. فوالا الثوم تنجم تحطه من الاول وتنجم تحطه من الاخر. بالنسبة لي انا نحطه من الاول، نخلطه مع الطماطم مع فوالا. لهنا نقلي في اللحم مفروم كيما تشوفوا اللون متاعو تبدل. خليه يتقلى مليح. حطيت الطماطم، شوية ملح، زدت شوية طماطم خاطر حسيتها ناقصة شوية، خاطر هي ماهيش كيف الطماطم متاعنا متاع تونس، ماهيش حمرا معناتها برشا كيف الطماطم متاعنا احنا. ولا نقلوها مليح. لأنها حطيت لفاح كله مع بعضه وتجيب مع بعضه، ونورمال ما يقلقش عادي، بالعكس باش تجيب محلاها بنينة، جات بنينة 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 بنة عالمية. هنا بالنسبة للمقرونة بولونيز خدمتها الكل كي تقلي اللحم الأول. ولا لهنا استعملت الماء متاع المقرونة، نصبت المقرونة والماء اللي قاعدة تتصمت به المقرونة هو اللي نحطه نمرق به الصوص. هذه طريقة الطلاين عملوها لهنا باهية، وأنا جربتها في برشا مناسبات، بصراحة تعطي نكهة أخرى للمقرونة، بنينة برشا.
كيما تشوفون هنا خلّوها تتغلى شوية، متنسوش الاشتراك في القناة وتشجيعي. باهي بعد ما سقيت المقرونة خليتها تشيح، المقرونة بالطبيعة لازمها تكون ناقصة طياب، ما تكونش طايبة برشا، خاطر باش تكمّل الطيب مع الصوص متاع المفروم. نحطوها مع الصوص متاع المفروم وخلّوها تطيب شوية متاع 10 دقايق هكاكا، كيما تشوفوا. لهنا المقرونة c'est bon حضرت. مقرونة بنينة وخفيفة، إحنا التوانسة نعشقوها المقرونة هذيا، خاطرها سهلة التحضير وما تشدش برشا وقت، même pas تقلي مليح اللحم من الأول تطيب معناتها en parallèle تطيب المقرونة وتطيب الصوص بولونيز ما تشدلكش نصايف ساعة تطيب لك. الحاصل جد بنينة، بنينة، بنينة ما شاء الله، ننصحكم تجربوا الطريقة هذيا، طريقة سهلة وسريعة، ما تشدش برشا وقت، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وتنال إعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والشير. شكرًا، مشاهدة طيبة.